واحدة بتقول أنا جوزي سايبني طول النهار وقاعد على القهوة، يخلص شغله يدوب يجي يتغدى وبعد كده ينزل على القهوة يقعد مع أصحابه، ما بيجيليش غير الساعة 2 بالليل. وأنا قاعدة أنا والعيال طول النهار لوحدنا. بنزل أقعد تحت مع حماتي لحد ما خلاص بتزهق وتخش تنام، وقاعدة أنا لوحدي وعايزين ننام ومش عارفين ننام غير لما يجي. وبتقول أنا بخاف أقعد لوحدي أو أنام لوحدي، وهو مش مديني وقته خالص، على طول برا البيت. وكل ما اجي اقعد اتكلم معاه يقعد يقول لي سيبيني براحتي، سيبيني اشم نفسي. وانا تعبت من الخناقات، كل كلامنا كل ما نقعد نتكلم مع بعض لازم في الاخر نتخانق مع بعض وصوتنا يعلى قدام العيال، والعيال نفسيتها تعبت خالص. وفي يوم كنا بنتخانق مع بعض، فانا قلت له انا هسيب البيت وامشي وهروح عند اهلي. فعلا نزلت، بس ما روحتش عند اهلي علشان لو رحت هناك ابويا مش هيرضى يرجعني له تاني. قعدت اتمشى شوية وفي الاخر رحت عند اخته كبيرة يعني وبحترمها. رحت قعدت عندها، فهو كلمني انت فين؟ رديت عليه قلت له عند اختك. قعد يقول لي انت ايه اللي موديكي هناك، ويزعق ويشتم فيا وقام قافل السكة في وشي. انا بصراحة خفت عليه، خفت من عصبيته ده يحصل له حاجة، فقلت ارجع تاني. رجعت البيت بس ما لقيتوش في البيت ولقيته سايب تليفوناته. قعدت احاول، مسكت التليفون بتاعه واتصلت بصحابه، قعدت ادور عليه ونزلت بصيت على القهوة ما لقيتوش. فضلت لوحدي قعدت اعيط وبقيت خايفة قوي عليه. المهم بعد شوية لقيته جه وقعد يقول لي انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلتي انا ماشية ومش راجعة تاني؟ انت ايه اللي جابك راجعة ليه؟ وفضلنا نتخانق وصوتنا عالي قوي اليوم ده. وكان يعني قاعد يشتم فيا كتير لدرجة ان هو كان هيطلقني. بس انا يعني غصب عني، انا بحبه قوي بس مش عايزاه يسيبني. هو طيب وكويس، بس هو فكرة ان هو على طول سايبني لوحدي دي عاملة لي مشكلة كبيرة، وحتى العيال ما بتقعدش معاه خالص. فالمهم قعد يزعق ويعلي صوته، فانا قمت نازله بس انا بوست رجليه، قمت نازله وبايسه رجليه. انا يعني زعلت قوي من نفسي، بس انا بحبه ومش عايزاه يسيبني، ونفسي ربنا يهديه. حتى قلت له خلاص ما تزعلش مني، انا مش هعمل لك مشاكل تاني ومش هتخانق معاك تاني، واعمل اللي انت عايزه. وقال لي خلاص وماشي. تاني يوم قعد معايا ومنزلش، بس احنا عندنا ولدين. فقعد اليوم اللي قعده ده قعد يقول لي انا زهقت من العيال ومن دوشة العيال، مش عارف اقعد. شفتي بقى عشان بتقولي انت بتنزل ليه؟ انا تعبت ومش عارف اقعد في البيت. فانا لما لقيته كده اتعصب قمت سايباه وداخله جوه الاوضه قعدت اعيط. فدخل عليا لاني بعيط بيقول لي انت بتعيطي ليه؟ قلت له انا تعبت ومش عايزه نتخانق مع بعض عشان كده سبتك ومشيت. قال لي طيب ما انا ما بحبش دوشه العيال ومش قادره استحمل اقعد معاهم، فانا اعمل ايه طيب؟ ويعني هدي شويه وانا هديت وقعدنا مع بعض، بس ما عادش تاني في البيت وبقى برضو ينزل كل يوم ويقعد لحد الساعه 2 بالليل. وانا مش عارفه اعمل ايه، يعني انا بحاول اتجنبه ان احنا ما نتخانقش مع بعض على الاقل عشان خاطر العيال، بس انا مش عارفه اعمل ايه، يعني مش عارفه احل الموضوع ده ازاي. فالست دي بتعرض مشكلتها ويعني ايه، عايزه حد يقول لها حل. طيب انا هقول لها وجهة نظري وانتوا برضو قولوا لها وجهة نظركم. دلوقتي هو اصلا سايبك طول النهار، هو بياخد ذنب ان هو بيضيع وقته في حاجة ملهاش اي لازمة. يعني طول النهار قاعد على القهوة، اكيد مش قاعد يعني يتعبد، اكيد بيعمل ذنوب. فدي حاجة ان هو بيضيع وقته. تاني حاجة هو سايبها لوحدها طول النهار، فبرضو قاعدة طول النهار لوحدها. برضو اكيد الشيطان هيلعب بدماغها، فاي حاجة وحشة هي هتعمله هو مشارك معاها في الذنب ده. تمام، عشان هو مش صاين زوجته. تالت حاجة هو مش قريب من عياله، يعني ما ملهوش علاقة بعياله، ما بيقعدش معاهم، ما بيلعبش معاهم، مش مدي لعياله حقوقهم.
فهو كله ذنوب، وانتي بتقولي انتي مستحملاه وبتتجنبيه ومش عايزة يحصل مشاكل، وفوق كل ده بتقولي ان هو طيب وكويس، بس نفسك ربنا يهديه. فيعني انتي ادعيله بالهداية، وقولي له الكلام ده، واتكلمي معاه بالراحه، وقولوا نحاول نصلح من نفسنا احنا الاتنين. وقولي له شوف انت مثلا لو انا مقصره في حاجه قولي، اتكلم معايا صارحني بيها وانا هحاول اغير من نفسي. وبرضه حاولي تبعدي العيال عنه، يعني مثلا تنيمي العيال بدري، مثلا تتزوقي شويه، تهيئي له البيت ان هو يحب يقعد في البيت، يبقى عايز يقعد، ما يحبش ان هو يخرج بره البيت. فاعملي كده شوية النصايح دي، وان شاء الله يجيبوا معانا نتيجة. ربنا يهديكوا يا رب. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة يا حبايبي، وانتوا كمان قولوا لها وجهة نظركم ايه في الكومنتات. يلا سلام عليكم. وانتوا كمان قولوا لها رأيكم ايه في الكومنتات. يلا سلام عليكم.